بعبارات الفخر والإشادة بشجاعته تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورا للشهيد الملازم أول أبو بكر عباس ياسين السامرائي الذي أعدمه تنظيم داعش بعد نحو شهر من اختطافه في منطقة النخيب بمحافظة الأنبار، حيث عمد التنظيم إلى بث مقطع فيديو الإعدام بتغيير اسم الشهيد إلى عباس ياسين الدراجي في محاولة لإذكاء الشحن الطائفي. إلا أن يقظة العراقيين لا سيما الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي أجهضت تلك المحاولة، لتمتلئ صفحات تلك المواقع بصور الشهيد تعلوها عبارات الفخر والثناء والدعاء بالرحمة له. كما تحولت صور الشهيد أبو بكر إلى عنوان لبطل استشهد شامخا ووهب روحه للعراق وشعبه، ليثبت للعالم أجمع أن التنظيم الإرهابي لا يفرق بين مذهب وآخر، وإنما جاء لقتل العراقيين جميعا دون استثناء.